ونبدأ مع بعض يا حبايبي نشوف الكراميل بتاعنا هنعمله مع بعض ازاي. انا عندي دي نص كوبايه سكر، هحطها عندي في طاسه على النار. اهدي النار عليها، مش عايزه النار تبقى عاليه، عايزاها متوسطه شويه. هسيبها لغايه ما تسيح من الجناب خالص ونرجع نشوف شكلها. ده نوع من انواع الكراميل اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله. يعني ان شاء الله هنعمل كذا نوع مع بعض، يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. كده حبايبي شايفين السكر بتاعي بدأ يكرمل من الجناب، شايفين عامل ازاي؟ ما قلبوش خالص كده، انا بعمل كده بالراحه. ابتدي بس اخد من الجناب من بره كده على جوه، عشان بقيه السكر بتاعي يكرمل كده بالشكل ده بالراحه جدا. طبعا النار هاديه معايا، مش عايزه النار عاليه عشان مش عايزاه يتحرق. كده نبتدي بقى نفرده خلاص اهو كده بالشكل ده. ندوب السكر كده كويس جدا. شايفين لونه بدأ يعمل معايا ازاي؟ بس اخد بقى الطاسه بتاعتي على جنب كده، ادوب السكر كويس جدا وارجعها على النار تاني. شايفين الكراميل بتاعي بدأ يعمل ازاي كده بالشكل ده؟ لازم نتأكد ان السكر كله ده معايا كويس. طبعا نعمله على نار هاديه جدا جدا، لازم تكون النار هاديه عشان مش عايزاه يتحرق معايا، مش عايزاه يمرر. هناخد بقى على نص كوبايه السكر دي حوالي ربع كوبايه ميه. ده بس ما تاخد بس معلش عشان مهديه النار على الوسط كده. يبتدي يتكتل معايا كده ويبتدي يفك، ما تقلقوش. نبتدي نفك بالراحه كده وكده خلاص حبايبي. شايفين الكراميل بتاعي بدأ يدوب خالص ازاي؟ لو انت حاسه ان انت لسه يعني ما فاضل مثلا تكتلات صغيره جدا من السكر، صفيها مفيش مشكله. معظم البنات ما بيعرفوش يعملوا الكراميل على فكره. لو فاضل حاجات بسيطه خالص صفيها. هحط بس نقطه فانيليا كده وذره ملح صغيره جدا عشان توازن الطعم معايا. ذره ملح صغيره خالص. وعندي هنا قطعه شوكولاته بيضه كده بالشكل ده، ممكن تبشريها وممكن تحطيها زي ما هي كده. بتخلي طعم الصوص بتاعي حلو جدا على فكره. وعلى فكره ممكن تعمليها من غير الطريقه دي وتكتفي بالكراميل بس لوحده. بس هسيحها كلها على بعضها كده ونرجع نشوف شكلها. وكده خلاص حبيبي الشوكولاته بتاعتي ساحت كلها كده بالشكل ده. اول ما تغلي معايا كده خلاص تعمل فوقيها كده. نشيلها بقى من على النار، فضيها في طبق واوريكم شكلها. طبعا انا عشان عاملاها في طاسه تيفال باين لونها جامد، هوريكم شكلها في طبق صيني كده. وده كده حبايبي فضيناها في الطبق بتاعنا كده. شايفين قوامها عامل ازاي؟ لونها بجد تحفه، وبجد الطعم روعه روعه والله، فعلا طعمها حلو جدا. بصوا كده شكلها. بس بسيبها تبرد بقى معايا في التلاجة. طبعا لما بتبرد تتماسك عن كده. طبعا الكميه ضعفيها زي ما انت عايزه، قللي زي ما انت عايزه، زي ما انت حابه. بصوا القوام كده عامل ازاي؟ قوام كريمي كده جميل فعلا بجد. بس ادخلها التلاجة ونرجع نشوف شكلها مع بعض. شايفين كده بعد ما طلع معايا من التلاجة بقى عامل ازاي؟ قوامه عامل ازاي؟ قوامه جميل جدا بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله، تجربوه وقولوا رايكم فيه. زي ما اتفقنا هنعمل كذا طريقه كراميل مع بعض ان شاء الله، دي طريقه منهم. بصوا شكله كده بجد شكله روعه. يا رب يعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.